النهاردة هنعمل الحليب المكثف المحلى في البيت. أكتر مكون بنحتاجه في الحلويات، وهنشوف ازاي هنعمله في البيت ويطلع زي الجاهز وأحسن كمان. عشان زي ما احنا عارفين انه غالي جدا جدا، والناس كتير قوي مش بتقدر تعمل حلويات اللي هي بتدخل فيه ولا بتشتريه اصلا لانها ما بتقدرش على ثمنه الغالي. فاحنا النهارده هنعمله بطريقه سهله. احنا هنعمله، هو ليه اكتر من طريقه بس احنا النهارده هنعمله بالطريقه اللي هي السهله، اللي هي بتبقى يعني ما بتاخدش وقت. وهنشوف مع بعض في الفيديو ازاي هنعمله. ويلا نشوف هنعمله ازاي. دلوقتي احنا هنعمل السريع، اللي هو اللبن السريع، اللي هو عبارة عن كوباية لبن بودرة يكون كامل الدسم. تمام. وكوباية سكر بودرة أو سكر حبيبات عادي لو مش متوفر بودرة. تمام. وهنعمل عليهم نص كوباية مية، نص كوباية مية سخنة، بس سخنة قوي يعني. وبعد كده هنبدأ نضربهم في الكبة. واحنا ممكن برضو لو كده ممكن نحط لهم رشة فانيليا، ممكن نحط رشة فانيليا صغيرة تدي برضو طعم ونكهة زي بتاع الجاهز كده. وبعدين نضربهم في الكبة كده. انا ضربت الحليب لمدة 4-5 دقايق، ولو احنا مستعملين سكر حبيبات بياخد دقيقة او 2 كمان زيادة يعني عنه. وكده انا خلصته خلاص. اللي هي دي الطريقة اللي بالسكر البودرة. في بقى الطريقة اللي هي التانية اللي شبه خالص الطريقة الأصلية، اللي هي باللبن الحليب والسكر الحبيبات. ان احنا بنحط كوباية لبن حليب على حوالي اقل من نص كوباية سكر حبيبات على النار. واول ما بيبدأ يغلي بنوطي عليه لمدة بيقعد حوالي من نص ساعة ل30 يعني من نص ساعة لساعة الا تلت، بس على نار هادية. وبنبدأ ان احنا ايدينا فيه على طول، ما بنسيبهوش خالص وبنراقبه على طول عشان ما يلسعش. وبعدين اول ما بيدي اللون اللي هو الكافيه اللي زي الشاي بلبن دوت، وياخد لون الكرمله كده بيكون خلص. طبعا بننزله من على النار ونستنى لما يهدى. ساعتين 3-4 كده في المطبخ عادي، إما في التلاجة. وممكن تستعمليه بعد 3-4 ساعات، أو ممكن تستعمليه بعديها بيوم. وده برضو نفس الطريقة برضو اللي هو بالسكر البودر واللبن البودر. ممكن برضو تستعمليه بعد 3-4 ساعات، او لما تشوفيه ان هو تقل يعني. هو دلوقتي طبعا اهو دوت السمك بتاعه زي ما انتوا شايفين كده. السمك بتاعه دوت عشان كان لسه كمان دافي عشان المية السخنة اللي اتحطت فيه. فبنستنى عليه 3-4 ساعات مثلا كده يا جوه التلاجة عادي في المطبخ ونغطيه. وبعد كده هنشوفه بقى لما يبدأ بقى ان هو يبقى سميك ويبقى شبه اللبن المكثف المحلى اللي هو الجاهز. بس الفرق بينه وبينه ان اللون، بس في اللون على فكرة. وكمان اللي شاكك ان اللبن البودر ما فيهوش دسم، ممكن يحط حتة زبدة، بس الزبدة تكون نوع كويس عشان تدي طعم كويس يعني ما يبقاش مش مستحب الطعم. ولو عايزين نطول في عمره شوية او نديله كرملة زي ما احنا قلنا، ممكن نحطه على النار شوية كده وايدنا فيه برضو على نار برضو هادية، ونخلي بالنا منه. وهيبقى نفس برضو اللون اللي هو الاولاني اللي باللبن الحليب. ودوت بيعمل يعني ممكن ان احنا نلاقيه عامل يعني اكتر من العلبة اللي احنا ممكن نشتريها من بره ارقام فلكية دي، اللي دلوقتي احنا بنأجل حلويات كتير قوي او بنستغنى عنها اما نيجي نعملها علشان خاطر في مكوناتها لبن مكثف محلى. ودينا عملناه اهو. هنستنى عليه بقى لغاية ما القوام بتاعه يتقل، وبعد كده نعبيه في برطمان. ودي حبيبي نتيجة الحليب بعد ما احنا ضربناه، قصدي اللبن البودرة والسكر اللي هو الحليب الحلة المكثف. بعد ما ضربناه وبعد حوالي 4-5 ساعات من دخوله التلاجة، فاحنا طلعناه. وهنبدأ ان احنا نصبه في برطمان يكون ازاز ومعقم ونضيف وناشف طبعا.
فاحنا هنصبه عشان نحتفظ بيه لأي وقت في التلاجة نعوزه يبقى موجود. وملالي برطمان اهو. البرطمان دوت على ما اظن بياخد حوالي بتاع 350 جرام، اللي هو بتاع المربى ده او بتاع المايونيز. وفاضل كمان يعني شوية اهم، بتاع حوالي ممكن يكونوا اكتر من 50 جرام ولا حاجة. يعني احنا بكوباية سكر وكوباية لبن بودرة ونص كوباية مية سخنة او مغلية عملنا اكتر من العلبة اللي احنا بنشتريها. قدامكم اهو. ودول هيتحطوا برضو في حاجة برضو، يبقى كده عندنا كمية نقدر ندخلها في ايس كريم، ندخلها في حلويات، في اي حاجة من اللي بتحتاج الحليب المكثف المحلى. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو يا رب، وتعملوه يعجبكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة. حبايبي انا نسيت اقول لكم ان انتوا بتحتفظوا بيه في التلاجة لمدة اسبوع، ما تزودوش عن كده. لو عاوزين تكتروا في ان هو تحتفظ بيه اكتر من كده في المدة، المفروض ان انتوا تعملوه على النار، عشان الغلي ده برضو هيعقمه ويديله فترة سماح اكتر في التاريخ بتاعه الصلاحية. زي ما احنا اتفقنا كده نغليه على النار ونوطي عليه وايدينا رايحين جايين عليه لغاية ما ياخد اللون بتاع الشاي بلبن ده، عشان يبقى زيه زي اللي هو الجاهز ده. فدوت بيطول من فترة صلاحيته في التلاجة لاستخدامه.